السلام عليكم، شوفكم متابعين، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم حلقة جديدة من يوميات دجاج العرب، وان شاء الله اليوم نشرح لكم عن دجاج العرب وعن علاجه وعن فوائده وعن اي شيء في دجاج العرب. اليوم ترى الناس البصل هذا احسن علاج الهم واحسن وقاية الهم. اليوم حساني ساجنين احنا من بعض متابعينا قال طلع الدجاج وخلوا بس فيه ويعيد. انا نطلع حسان ويانا واحنا بخدمتكم الا بطلباتكم. الهراتية عازلين الهراتية صرفت لي الدجاج صلف ما خلت. شوف هسه هاي يلا طلع الهيش من عزلت الهراتية منها، يلا طلع الهيش هاي. يعني عندي بعض الدجاج صفيته يعني طلعته بعته ما خليته، خليت بس اللي دجاجات لي بيضا لي كركن ام الوسخ بعناها هي ومشيله. شيء ثاني وقت بيه اخوان. اليوم جبت علاج للكتاكيت الصغار. انا العلم لحد الان بعد ما ملقحين لقاح، لان ما عنده عدد يعني 10 15 لو انه ما عليه شيء عادي تلقحن. بس انا طبيعتي اجيب لهم خطه مال العلاج بالماء للنيكايسيل. النيكايسيل مال نشله الابو ضريج هو كامل اجيبه من البيطري يعطيني اياه واخليه لي نص خاشوقه مال شاي ويا المي ويشربونه، وهذا يحافظ عليه العلاج. هسه يجوز تشوفونه، يجوز تشوفونه يعني واحدة ترى مو خبطة واحدة، تقريبا أربع خبطات خبط لي منها. هذا هاي 4 خبطات خبط لي منها. توقي لهم يوم مشوقي متى تطلع مشوقي. هاي البنات مشوقي، الكتاكيت ماله مشوقي. أشوفون حتى اللون يعني أربع أنواع خبط لي. هاي خلي نص خاشوقه مال شاي وهاي الدبه ويا اللتر خاشوقه مال شاي. بس انا كودن خطيه لنا صغار ما يلوحن فخلي لنا هاي الدبه. اي هذا شرحنا لكم. يعني اكو بعضهم قطيه خاف يعني شنو العلاج الكتاكيت شنو نعطيه. اكو مو شرط قبل تعطيه لقاح، وهاي وقايه، هاي هم وقايه زين له، وقايه زينه. ومن ينضج او يكبر عندك تقدر تعطيهن بعد اللقاح، او من يتحمل لقاح زيت تقدر تنطيه. هيك متابعينا. هسه اليوم احنا هاي الهراتية اليوم احنا عازلينها. اجيب لها فحل ذاك مات القصة شرحنا لكم عليه. ضربوا لي كايسل من نص الساعة صار عندي المرض السامونيا ما لحقت عليه يعني وديت البيطري قلت لكم. قال هذا بعد ما تلحق يعني فعلا العصر مات. صور لهم متابعينا، صور لهم هذني بناتهم مشوقي. هاي للعلم هاي مشوقي اخت الشقرة. اخت الشقرة هاي صورها فوق البوج. هاي اختها، اختها هاي سندويشة هلس اللي تودي الباقي. هاي لانها سندويشة متحكم. تك 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 تك. متابعينا هاي الاسبانية هاي حفرة راسها حفر فعزلتها بحدها. هاي لما اريدها تصفي يطيب راسها واحتمال هم ودعها. بالعلم دحومي هم بعناه دحومي صفينا بعناه. راح تقولون انت شنو سالفتك شو تجيب وتبيع؟ اخوان قلت لكم الدجاجة او الديب 10 ايام 15 يوم حتى لو يظل عندي شهر اتابعه حركته. اذا ديج حركته تكفيزه ما عجبني ما اخليه. الدجاجة هم كذلك. وانا اللي عندي الفوق هم نبغى اصفي منهن اجيب غير انت. هو هذا الشيء اكو بعد القى دجاجة احسن من الدجاجة اجيبها. والعدي البياض الكراك يعني قديمة لا مخليهن الحمد لله والشكر مخليهن. للعلم انا هم قلت لكم هاي الاشهر منها هسه من الشهر الواحد للثالث فتنسون علاج الديدان. علاج الديدان كل اسبوع عطوهن. راويتكم عن الكبسول الاصفر ترجعون على لو عندي هسه موجود شراوتكم اياه فترجعون على المقاطع تشوفونه. هو هذا موجود واكو هم هواي اكو بالمي اكو دل عليه. بس انا مجرب هذا هو هذا الحبوب مدلع الاصفر نص حبايه تعطي يعني الحبايه تسوي دجاجتين عادي دجاجتين فتبلعوهن لا تنسوهن بالكركم ويا التمن تطوهم بالاسبوع مره بالمي. هو هذا
قلت لكم اخوان، قلت لكم اهم شيء عن الوقايه، مع شرحت لكم همنا على الكركم مي التمن، تضبطوا بالمي كل اسبوع. الفلفل الاسود، القرنفل، اسكنجبيل محترم، اذا تخلطون تخلون وياه التمن وتجوعون الدجاج ياكله. فعلى كل اي استفسار عندكم، اي استفسار او تعليقات، انا خدمتكم. وراح اصور لكم الفوق، جبت ديك جديد بس كلش عالي، هسه شويه رايكم وياه كلش عالي. هو عربي شلون عيدان، بس في تضريب مال فيومي لان ضخم عمره 9 اشهر، اخذته من ولد جناي يعني، هو من في تضريب مال فيومي ما شاء الله يعني كلش ضخم. انا خدته هسه شويه من اصعد فوق اراويكم اياه. إيه. عندنا دجاج، عندنا لبيبه هسه شويه اراويكم اياها على وجه فراك، هنا هيش تكرك لبيبه. ها رسميه هاي. تحن على عيدان، ما تريد حسانه، خليها ويا حسانه ما تقبل. انا راح ادخل شويه عيدان رسميه ونشوف. هاي الشيخانيه في جاي هاي مشوق يوم خطيه قفت عليهن هنا. اخوان تقريبا هذا البنت، هذا البنت اليابس. هذا بالنسبه اكو اصلي واكو الجماعه يقولون اكو اصلي واكو عادي. والله أنا بالنسبه لي جاي اجيبه، هذا الكيلو ماله بالفور بعد تشوفونه بالفور. اخلي لي فدي صمتين شوي يعني، وشوي نكتب المي، نكتب على كيفي على مود يلين ياكل انه خير من الله. هاي العيسى، هاي المدقوره ما اعرف. هاي راح عندنا هيك راح يصير عمرها 5 اشهر. هسه فروجي بس عجيبه صغيره هي، ما ادري دقرت ما اعرف. مشيبه. لا جاي يطلع عليه نسل جديد. متابعينا وانتم دائما تقولون شوي يعني، هم بعض متابعينا يعلقون نزل فيديو واكو بيهم قالوا بالنهار انا ورا مجالي. متابعينا يعني بعض الاحيان ما يصير عندي مجال، شوي عندي شغل، شوي يصير عندي شغل، انا بات انشر بالليل انشر بالنهار، وانا خادم لكم تدللون. اي استفسار عندكم اي شيء بيكم خير وتدللون، واذا عندكم معلومه هم تفيدونا، احنا مو كلها علينا. حمد على الوقايه. متابعينا قلنا لكم احنا بعد نشوف هاي خانات، سويت خانات صغار هلني. هاي منها كلها كرار. كنت مسوين قبل نقرا ما عندي مجال. هاي سويت خانه هنا وخانه هنا، متابعين لقيت هسه بعد بس اجيب لهم شوف تبين، ما احتاج اخلي صندوق او شيء، وارتب لهم من هذا على مود هنا زي هنا بقيتي بيضا هنا بيها جو. تعال كرر خلينا نراوي لهم اليوم. شوفهم لبيبه اللي يمكن لبيبه اقول لك ما طلع كاركه لبيبه جاي تكرك اظن خبوخي ولتش. اليوم نشوف حساني متابعين هذا حساني. عندي هسه هنا لبيبه تكرك. هاي مرقيبه هم جاي تكرك. اي والله هاي لبيبه. ايه تابعين هذا البيض انا كله شوفوا كله هسه انا جامعه. طيب زين يعني ماكل. تعال صور لهم يوم حسانه ما طلعوا، ممنوع الخروج. يلا تعال صورنا لهم لبيبه. هاي الشيخانية وجماعته. طبعا خصوصا ترى دي يقول لكم ها الصيف، ترى الصيف والشتاء نفس الامراض، الله يكفينا شرهن. بس بالشتاء تكثر النشله، تكثر الهواء. وللعيم هاي شوفوا ترى هذا الطير اللي يجي، الطير العصفور هم اكو هم ينقل امراض. يعني نوبات عندي هنا يبغوا عندهم
بس ايش قد نغسل ونرتب وننظف ونوقايه، الله وكيلك هيك عايفين يعني. تجي لي الطاسه مال ماي تلعب 60 بس، تجي لي الاكل مدري شلون، حتى بكان الماء ينظفه. ها هسه انا هاي قبل يومين نظفنا البكان ماله، يعني عجيب. عمي قلت له احنا ننظف بكانها ونجيب بقايه ونجيب كذا، والدجاج مالتنا ما خلص من الامراض. عجيب اكو ناس ما تهتم، بس هذا خطأ، هذا هم حيوان. لازم يعني من يتمرض او شيء ما يعرفوا انه يعالج نفسه. الله يكفي اليوم بعد تشوف يعني تبغى عليه تعرف دجاج النحلانه، دجاج شو اسمه المريضه او من درقها تبغى عليه مختلف. فهيك هيك اخوان. شوف قلنا لك. واكثر شيء دجاج لازم يعني الجنه لازم تلاحظ الدجاج مالتك، ما بيها شيء. هسه اخذ لك فد ربع ساعه من تعطيهن اكل، هذا اخذ لك هم ربع ساعه ثانيه تابعهن. كل الدجاج تتابعها، تخاف حركتها مشيتها، تخاف تعبانه، تخاف مثل ما نقول هم درقتها. اكو ناس لا ذب لها كل وثي مال لا عروفه خطيه. هذا حيوان قلنا لكم ما يعرف. فهاي معلومه هم عرفنا لكم اياها، وانتم بعض الجنايه يعرفونها. هسه متابعينا راح نصعد لكم على الفوق. احنا ليش نسوي بالفوق؟ كم بعدنا ما داق خانات الفوق، هسه اراويكم اياها ونشوف. متابعينا رجعنا وياكم. تابعينا هذا ديك الجديد اللي جبناه، شوفوا هاي دجاجاته. بس يا اخوان هو ديك عرب اصلي، بس بيه تضرب الفيومي لان ضخم صلاة على محمد مثل ما يقولون. كل الضخم. تعال شوفوا يعني انا اشوف بيه تضريب فيومي، لان هو ديك حلو، لان العرب ما يجي هيك يعني. ترى هاي البيضة متابعينا اليوم عالجناها، البارحة واليوم عالجناها. هاي كانت شلون مخنشرة، واذا ظلت مخنشرة اطلعها ما اخليها، ما قاعد تعجبني همه. راوي للمتابعين مالتنا، راوي هذا الديك الجديد اللي جبناه. بس ما شاء الله يعني التركيز في الشيء. بس انا شويه مثل ما تقولون هو والله عاجبني، بس اذا شفته ضخم بضخامه. العلوي شفتوه تجون هسه شفتوا عيلان شلون ناعم، الا هو لا باس به. متابعين الدجاج لما ظل يبيض بهاي الصناديق عندي، لان خليت المؤقت ابدا ادق لي هنا خلاص، بس مجال ما عندي. على مود صدقوني نوات تقولون يا بنزل لك مقطع هذا، اي مو قصة على الفراغ. انا من افرغ لا والله تدللون تردون اي شيء انا يعني اشرح لكم عنه، انزلكم عن الدجاج. بس ان شاء الله اشوف شلون راح ادق لهم صناديق ويا الحائط، ارتب الهين واسوي فد هنا 3 خانات على شكل 3 خانات، او اجيب خشب ودقين ارتبه بس يصير المجال عندي. هاي عندي البارحة بيضت، فان شاء الله متابعينا اسوي لهم خانات هنا. اسوي خانات هم انا جاي اشيك بين، يا جاي تبيض يا بعدها يا ما تعجبني. ايه وانا دائما هم اروح للسوق اذا اكو دجاج حلو هم اجيبه ومن رايكم اياه. هذا الديج تشوفونه انتم تشوفونه. اليوم هم سويت لهم ذبيت لهم بصل اخير همينه ثمن عندي ذبيت لهم، حبيت ويا كركم. قرر دائما ترى يصعد هنا، اخاف يروح يعبر على الجوانين واحنا مفشله منهم. متابعينا وصلنا وياكم لختام الحلقه، لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك، وان شاء الله شوكو جديد وشوكو بيه فائده. الدجاج العربي يفيدكم بيه. اودعناكم.